يعني تفضل سيد علاوي، جماعة مدريد يوم ما فاز برشلونة امبارح لحد الآن بالصارخ على التحكيم. برشلونه لم يفز برشلونه بس الحكم مصفر احسن من غيرنا بنحكي مع جمهور مدريد بكل احترام. يا عزيزي المدريدي، اذا انت عندك مشكله مع التحكيم فتكلم عن التحكيم، لا تتكلم عن نادي برشلونه، لانه نادي برشلونه سجل 3 اهداف وانتصر ب3 نقط. واذا عندك مشكله بلقطه لامين يامال، هنالك حكم رايه فكان شاهد في اللقطه وشاف اللقطه قبل ما يسجل الهدف الاول. فاذا كان عندك مشكله يا المدريدي مع لقطه الحكم في الساحه، فيا اخوان احنا مش مشكلتنا، احنا اللعيبه بتلعب على صفاره الحكم، لانه مره لعيبتك في اخر الدقائق سجلوا هدف والحكم كان مصفر قبل ما يرفع اللاعب الهجمه والتغى الهدف. فيا اخوان هاي اللقطه تعد اساسها الى الحكم وليس للعيبه برشلونه ولا لنادي برشلونه. واذا كان عندك مشكله بلقطه رافينيا، فالحكم عمل الواجب اللي عليه وعطاه انذار كرت اصفر وعطى فاول لمايور، لانه يا اخوان في لقطه جارسيا الحكم عطى لاعب مايوركا كرت اصفر ومن ثم استدعاه الفار وعاد للقطه وثم عطاه كرت احمر لكنه كانت خطوره على الوجه. اما بالنسبه للقطه رافينيا فكانت خطوره ولكن ليس بخطوره اللقطه اللي صارت مع جارسيا. بس كالعاده يا اخوان جماعه مدريد مضغوطين من الموسم الماضي، ولكن ما عندهم حجه في الموسم الحالي لانهم جابوا مدرب جديد وجابوا لاعبين وجابوا خط دفاع وخط هجوم وخط وسط، فما فيش حجه غير نجريرة حاليا.